Finally I am graduated. لقد هرمنا والله. بعد التخرج بسنة وشوية كده أدركت مجموعة حقائق، ومن ضمنها إننا وحيدين جدا، أو أنا كذلك يعني. لكن حسيت إن معضلة التخرج الأزلية في موضوع الوحدة ده، إننا بنتخرج إحنا وحدينا، أنت مالتي بسيوني، إحنا في العراء وحدنا ومش عارفين إحنا هنبدأ إزاي ولا هنعمل إيه. ولما دورت كده لقيت إن أي حديث تخرج بتكون هي دي مشكلته الأزلية، وأعتقد إن الشعور في حد ذاته طبيعي. It's okay بيبي عادي، it's okay. لكن المش طبيعي إننا نخلي الشعور ده يسيطر علينا ويخلينا نفضل واقفين مكاننا وما بنتحركش. تعلم السير وحدك. ايه المانع اني اخرج لوحدي، العب، اذاكر، اتفرج على موفي، اعمل اي حاجه انا واثقه بيها ومؤمنه فيها وحدي. وبعد ما عدى تقريبا شهرين وانا متخرجه وقاعده في البيت مش بعمل اي حاجه غير اني براقب سقف اوضتي فيهم وبس، لقيت نفسي بعمل حاجه اتعلمتها من ماما كويس جدا، وهي بكل بساطه اني ابدا. مع اني كسولة في حاجات تانية ومش بحب ابدأها عادي، وسيمبلي هي برضو حل عملي وفعال لأي حاجة الإنسان بيستثقلها على نفسه. أنا عارفة إنك لوحدك دلوقتي ومن غير تشجيع، واحتمال تكون محبط أصلا من الكلية اللي انت كنت فيها، وبتبدأ حياة جديدة يا باشا من الصفر، وغالبا مش عارف انت عاوز ايه ولا هتبدأ ازاي، او على الأقل ما عندكش فيجن على اللي جاي ده هنعمل فيه ايه. وعارفة برضو ان أول خطوة حتى ولو معاك حد بتبقى تقيلة، بس على الأقل بتجر اللي بعدها. بس انت لسه عندك الأوبشن انك تبدأ وتجرب. الحاجة التانية اللي لاحظتها في التجربة بتاعتي هي ان الخطوات الصغيرة دي أثرها فعلا بيكون كبير بس بعد ما يعدي عليها شوية وقت، بوجود حاجة مهمة وهي الاستمرارية على الخطوات الصغيرة دي. وده برضو محتاج هداوة وبالراحة على نفسك عزيزي حديث التخرج، مفيش حد بيجري ورانا تقريبا واحنا مش في سباق. المهم، في اخبار حلوه. بعد ما اتبعت مجموعه القواعد والقوانين اللي انا عملتهم لنفسي دول خلال السنه دي، انا حققت الحمد لله حاجات كتيره جدا. اهمها اني ذاكرت ودخلت ITI مرتين، تراك فاندامنتال والتراك كور، وكان ورا بعض يا مؤمن. اتعلمت اخيرا حاجات كان نفسي اتعلمها عن البيزكس بتاعت الميك اب، بحلم مش تافه باي ذا واي. اشتغلت فريلانسر لحاجات كتير ملهاش علاقه ببعض، وكذلك قريت كتب كتير السنه دي، واهتميت بنفسي كتير جدا، وكذلك اتخرجت من زاد برضو. والحقيقه انا دورت على شغل كتير بس لسه موصلتش لحاجه، فشوفوا بقى لو عندك وسط على حاجه تساعدني. نرجع للجد تاني، الرحله كده كده فرديه بتاعتك لوحدك، بس الجانب اللذيذ في ان الانسان يعرف انه ازاي يوصل لمرحله الانس بالله وبالذات من غير ما يحتاج لحد انه يلهيه. بس الشجاعة بتاعت انك تكون محافظ على وقارك حتى لو انت واقع في حفرة وحدك تستحق. وبجد اي حاجة اتعلمتها وسط الناس جديرة بان هي تتنسي، لكن الحاجات اللي اتعلمتها وحدك لا يمكن تنساها. بس اكيد مفيش مانع في وقت معين انك تلاقي حد يشجعك ويكون مؤمن بيك ويزقك لقدام، وتعملوا الحاجات اللي عدت دي مع بعض، وتتصوروا صور وتحطوا في الكابشن كلمة قص وحاجات من النوع ده. واحنا مش هنقعد وحيدين للابد، فاهم؟ سلام.